تعزينا لأسرة الشهيد الدكتور عصام العريان الذي قضى نحبه اليوم في سجون الظالمين، سجون الظلم والاستبداد. تعزينا للشعب المصري في هذا البطل الشهيد بإذن الله تعالى الذي لقى ربه اليوم فجرا، وزعم النظام أنه دخل في مشادة كلامية مع أحد قيادات الإخوان حول مستقبل هذه الجماعة. ومن المعلوم لمن زاروا هذا السجن مقبرة العقرب على وجه الخصوص الذي أودع فيه الشهيد بإذن الله، يعلم أن هذه المقبرة وهذا السجن لا يمكن أن يصدر فيه صوت، أن السجون هذا السجن تحديدا هو سجن انفرادي يقطن فيه كل معتقل في غرفة منفردة، لا يسمح له بالحديث، خاصة ووقت الفجر الصوت يكون مسموعا بدرجة عالية في هذا السجن. نعلم أن النظام المصري يكذب كما يتنفس النظام المصري الذي زعم منذ البداية أنه ليس لديه معتقلين سياسيين، ثم ظهر جليا للعالم أجمع أن لديه أكثر من 60,000 معتقل. النظام المصري الذي زعم أن السجون في مصر منتجعات سياحية، ثم أثبتت التقارير الدولية ولا نقول المحلية أن هذا كذب وافتراء، وأن السجون المصرية وخاصة سجن العقرب الذي قضى فيه السجين نحبه هذه السجون مجرد مقابر للأحياء. هذا النظام الذي زعم أنه لا يوجد وفيات في السجون بفيروس كورونا، وأثبتت منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة عالمية وليست محلية ومستقلة، أثبتت أنه هناك أكثر من 14 قتيل داخل السجون ومقار الاحتجاز بفيروس كورونا. وقد وثقنا كمنظمة نجدة لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 18 معتقلا قضوا نحبهم بهذا الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز. السلطات المصرية أيضا رفضت تسليم جثمان الشهيد لذويه ليقوموا بدفنه، وهذا جرم فوق الجرم. يعني قتلوه ولم يسمحوا حتى لذويه أن يشيعوه إلى مثواه الأخير، وهذا فضلا عن أنه يعني جرم في حق الشهيد وفي حق أهله، إلا أنه يشي بأن هذا النظام هو نظام مأزوم ونظام يخاف من أي تجمعات. هذا النظام الذي يعالج أزماته بأزمات أكثر، يحاول أن يلهي الشعب عن أزمة سد النهضة وعن الاتفاقية المصرية اليونانية لترسيم الحدود التي خسرت فيها مصر الآلاف من الكيلومترات من أرضها. يريد أن يلهي الشعب عن هذا ب يعني مسرحية هزلية تسمى مجلس الشيوخ، ثم كانت هذه وبالا عليه لأنها كانت مدعاة للسخرية والاستهزاء من هذا النظام، فأتى بجرم آخر وهو قتل الشهيد بإذن الله عصام العريان. وهذا ليس غريب على النظام. النظام في كل عام مع اقتراب ذكرى مذبحة رابعة والنهضة يقوم بارتكاب مذابح جديدة أو يرتكب أفعال وجرائم أخرى حتى يلهي الشعب عن ذكرى هذه المذبحة، ولذلك فهو يخشى أن يسلم جثمان الشهيد إلى ذويه حتى لا يكون غدا هو يوم تشييعه وينضم الآلاف إلى الجنازة، وهو ما يخشى منه النظام أي تجمعات للشعب المصري، لأنه يعلم يقينا أن هذا الشعب الذي طاق إلى الحرية لم ولن يترك هذا النظام يهنأ بهذه السلطة المغتصبة، ولكن يوما ما سينتزع حريته وينتزع كرامته من هذه الطغمة المستبدة الظالمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام، في ذكرى رابعة كان استشهاد الدكتور عصام العريان، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، رمز كبير، رجل صادع بالحق ورجل ثابت على الحق، قتل اليوم في السجون المصرية إثر أزمة قلبية في ذكرى رابعة والنهضة لكي يكتمل ولكي يكون في مصاف الشهداء. الشعب المصري شعب عظيم سوف يستكمل ثورته وسوف يقوم برسالته بإذن الله تعالى، ومن قام برابعة سوف يلقون جزاءهم إن عاجلا أو آجلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم إسلام الغمري من مصر.